في مركب داخل جسمك اسمه مايوستاتين. المركب ده وظيفته الأساسية إنه يوقف نمو العضلات، بس في مادة بيقال إن أنت لو استخدمتها بتقمع من المايوستاتين ده، كأنك شلت رجلك من على دواسة الفرامل وحطيتها على دواسة البنزين حرفيا. وبعد ما كان مستواك في الجيم ثابت بقاله شهور وسنين، فجأة بتلاقي الدنيا بتتحرك بسرعة جدا. المادة دي اسمها YK11. في الفيديو ده أنا هفهمك كل حاجة خاصة بالمادة دي، إيه هي فوائدها وأضرارها الحقيقية، وإزاي تستخدمها لضمان أفضل نتيجة ممكنة. بس كمل معايا الفيديو للاخر، لانك بعد الفيديو ده لو قررت ان انت تستخدمها، فانا هقول لك على ماده تانية لو استخدمتها مع الواي كي 11 هتزود من مفعولها اكبر بكتير من ان انت تستخدمها لوحدها. الواي كي 11 هي ماده من عائله السارمز، ولكن تكوينيا هو مشتق من الدايهيدروتستوستيرون، لان وقت تصنيعه كانوا حاطين في الحسبان ان هم يستفيدوا من الخصائص البنائيه ويستبعدوا الخصائص الاندروجينيه الذكوريه. ولكن في عالم الفتنس وكمال الاجسام بيتم استخدام الواي كي 11 مش بس لخصائصه البنائيه، ولكن لانه حرفيا بيشتغل على تعديل الجينات، ودي حاجه انا هشرحها كمان شويه. تم دراسه الواي كي 11 اول مره سنه 2011 عن طريق الباحث الياباني يوشيرو كانو، وعلى فكره هو اتسمى واي كي 11 ده اختصار لاسم الشخص اللي اكتشف يوشيرو كانو، و11 عشان سنه 2011. وفي الورقه دي سنه 2011 اشاروا الباحثين للواي كي 11 ان هو عنده المقدره ان هو يفعل المستقبلات الاندروجينيه بشكل جزئي، يعني هي كماده بتستطيع الاتحاد بالمستقبلات الاندروجينيه وبتقوم بتفعيل بعض من العمليات الحيويه زي البناء العضلي مثلا، ولكن مش بنفس مقدره هرمون زي التستوستيرون او الدايهيدروتستوستيرون. وبعد اكتشاف الواي كي 11 في سنه 2013 اتعملت دراسه اخرى على نفس الماده عشان يدرسوا تاثيرها على الخلايا العضليه، وهنا اكتشفوا حاجه غريبه جدا، ان الماده دي لها تاثير على حاجه اسمها فوليستاتين، وده عباره عن بروتين بيقمع من المايوستاتين اللي دوره الاساسي تبطيء عمليه نمو العضلات. طبعا ناس كتير جدا استخدمتها واتشهرت جدا لدرجه ان في 2018 وجدوا طريقه ان هم يكتشفوا بيها الناس اللي استخدموا الواي كي 11 وتم منعها بشكل رسمي من جميع الرياضات. طبعا الواي كي 11 زي باقي عائله السارمز اللي هي سيلكتيف اندروجين ريسبتور موديوليتور، يعني هي عندها المقدره ان هي تتحد بالمستقبلات الاندروجينيه في خلايا معينه وخلايا تانية ما بتتحدش بيها. وطبعا الخلايا او الانسجه اللي الواي كي 11 بيتحد بيها بنسبه اكبر هي في العضلات والعظم. وطبعا اتحاد الواي كي 11 بالمستقبلات الاندروجينيه في العضلات بيخلي فيه تاثيرات ايجابيه كبيره جدا على الحجم العضلي وتخليق البروتين داخل العضلات من استخدام الواي كي 11. ولكن مش دي الميزه الاساسيه لاستخدام الواي كي 11، ولكن الميزه الاساسيه اللي وجدوها الباحثين هي مقدره الواي كي 11 على ارتفاع نسب الفولستاتين بنسب كبيره جدا. في الدراسه اللي اتعملت سنه 2013 لما عرضوا بعض من الخلايا العضليه داخل المعمل للواي كي 11 وجدوا زياده كبيره جدا في بعض من العناصر اللي بتسبب زياده في الحجم العضلي زي المايو دي، المايف 5 والمايوجينين. ووجدوا المقدره الغريبه للواي كي 11 على ان هو يزود الفولستاتين مقارنه بالدايهيدروتستوستيرون اللي ما زودش الفولستاتين زي الواي كي 11 بالرغم ان هو مشتق من الدايهيدروتستوستيرون. ولما الباحثين حبوا ان هم يبصوا على الموضوع ده اكتر ويتاكدوا هل هو فعلا ليه تاثير على الفولستاتين ولا لا، فضافوا اجسام مضاده للفولستاتين، وساعتها تاثير الواي كي 11 على العضلات انعكس، وده اثبت بشكل مباشر تاثير الواي كي 11 على الفولستاتين ومقدرته على قمع المايوستاتين. وده يخلينا نفهم ان الواي كي 11 بيشتغل على زياده الحجم العضلي من طريقين مختلفين، طريق كونه صارم بيشتغل على المستقبلات الاندروجينيه، وطريق اخر كونه ان هو بيساعد على قمع المايوستاتين، وبالتبعيه بيدي سماحيه للجسم انه يطلع حجم عضلي اكبر بكتير من المرحله اللي انت وقفت عنها. لان انت بعد فتره من الزمن لما بتنزل الجيم كل ما بتطلع حجم عضلي اكبر، الجسم بيجي عند مرحله من الزمن معينه بيبدا يزود من نسب المايوستاتين، لان الجسم شايف انه مش من مصلحته انه يفضل يزود من الحجم العضلي، لان في الاول وفي الاخر دي انسجه نشطه جدا وبتحتاج كميه كبيره جدا من الطاقه حتى لو كانت انسجه صحيه بالفعل، ولكن الجسم مش من مصلحته ان هو يفضل يزود في حجم العضلات الى الابد. وهنا بيجي دور المايوستاتين. ولكن في بعض الناس عايزين ان الحجم العضلي عندهم يكبر اكتر من كده، وهنا بيجي دور الواي كي 11 في ان هو يقمع من المايوستاتين. وطبعا بما ان الواي كي 11 كبنيان يعتبر مشتق من الدايهيدروتستوستيرون، فهو مش بيحصل له ريدكشن عن طريق ال5 الفا ريدكتيز، ولا بيحصل له اروماتيزيشن الى استروجين زي مثلا تحول التستوستيرون الى استروجين. وبالتبعيه المشاكل الخاصه بارتفاع الاستروجين زي زياده ضغط الدم او احتباس الجسم بالسوائل او الجاينيكوماستيا او التثدي، كل المشاكل دي غالبا مش هتحصل مع استخدام الواي كي 11. ودي حاجه حلوه ووحشه في نفس الوقت، بالرغم ان احنا فعلا مش عايزين نسب الاستروجين تعلى، ولكن نسب الاستروجين لما بتنزل زياده عن اللزوم دي بتاثر تاثيرات سلبيه على العظم، على الاعصاب، وحتى على الرغبه الجنسيه عند الرجال. ولكن لازم ناكد على نقطه، ان بالرغم ان كل المميزات اللي احنا اتكلمنا عليها عن الواي كي 11
هي بتحصل فعليا على اما حيوانات او خلايا منفصله في المعمل، فاحنا ما ينفعش ان احنا نستنتج ان كل الحاجات اللي حصلت دي هتحصل بنسبه 100% على البشر، لان حتى وقت تصوير الحلقه دي ما حصلش تجارب على البشر باستخدام الواي كي 11. ولكن من الادله الشفهيه المتاحه في عالم كمال الاجسام بيقال دايما ان استخدام الواي كي 11 بيزود من حجم العضلات الصافي بدون زياده دهون، وبيزود من القوه العضليه جدا. وبعض لاعبين كمال الاجسام بيحلفوا بمقدره الواي كي 11 بالاحتفاظ بالحجم العضلي حتى وقت عجز السعرات الحراريه الشديد جدا، زي مثلا تحضير البطولات. ودي حاجه على فكره تم مناقشتها في دراسه سنه 2021 واتعملت على نوع معين من الفئران وسيبتيك مايس. وجدوا ان استخدام الواي كي 11 في هذا النوع من الفئران عكس عمليه خساره العضلات. وكمان مقدره الواي كي 11 على قمع المايوستاتين مش بس عكس عمليه خساره العضلات، ده كمان قلل من بعض الالتهابات وتلف الاعضاء اللي حصل في هذا النوع من الفئران. وده يفسر لنا ليه لعيبه كمال الاجسام اللي بيستخدموا الواي كي 11 حتى وهم عاملين عجز في السعرات الحراريه بيقدروا يحافظوا على الحجم العضلي، وبعض الناس قدروا يزودوا من الحجم العضلي حتى وهم عاملين عجز في السعرات الحراريه. ولكن في اعتقادي الشخصي ان الناس دي ما كانوش بيستخدموا الواي كي 11 بس، ولكن معاه مواد اخرى اللي هتكلم عليها كمان شويه. وطبعا لو حابين ان انا اكمل في سلسله السارمز ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتشغلوا زرار الجرس، لان اكتر من 50% من الساده المشاهدين مش مشتركين في القناه. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تكتبوا لي كومنت في التعليقات، لان تعليقاتكم هي الحاجه اللي بتخليني استمر في تقديم المحتوى. طبعا احد الفوائد الكبيره جدا للواي كي 11 هي مقدرته على زياده قوه العظم وكثافه العظم. ومن هنا بتيجي الخصائص الخاصه بالواي كي 11 الخاصه بسرعه الاستشفاء من الاصابات الخاصه بالعظم. ويمكن دي من اكتر المواد في عائله السارمز اللي تاثيرها على جوده العظم عاليه جدا. ولكن طبعا الواي كي 11 بالرغم من كل مميزاته الكتير جدا دي، ولكن ما زال في مشاكل لازم تبقى عارف. اول مشكله هتحصل لك من استخدام الواي كي 11 هو قمع انتاج التستوستيرون الداخلي. ودي حاجه اغلب الناس اللي بيستخدموه ما يعرفوهاش، لان الواي كي 11 بيتم تسويقه على ان هو بيقمع المايوستاتين فقط. ولكن بالرغم ان دي فعلا احد اليات العمل، لكن مش هي اليه العمل الوحيده. الواي كي 11 ما زال صار ما زال بيفعل المستقبلات الاندروجينيه، يعني ما زال هيعمل قمع للتستوستيرون الداخلي. استخدامه لوحده بجرعات كبيره لفترات طويله يخلي نسبه التستوستيرون الداخلي تقل، وبالتبعيه الرغبه الجنسيه هتقل، جوده الانتصاب هتقل، حجم الخصيه هيقل. وطبعا كل ما كانت الجرعه اكبر كل ما القمع كان اشد. وبرضه بالرغم ان الواي كي 11 هو يعتبر صارم ملوش اعراض اندروجينيه، ولكن بعض الناس اللي بيستخدموا الواي كي 11 بجرعات كبيره جدا على امل ان هو مجرد بيقمع المايوستاتين بيبدا يحصل لهم مشاكل خاصه بالذكور، زي مثلا تساقط الشعر او زياده حب الشباب وهكذا. ولكن دي مش شائعه قوي، بس بتحصل للناس اللي بيستخدموا الواي كي 11 ومش فاهمين ان هو بيشتغل على المستقبلات الاندروجينيه. ومن الحاجات الغريبه جدا اللي بعض الناس اتكلمت عليها ان استخدام الواي كي 11 بجرعات كبيره جدا 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 ممكن تؤدي الى بعض من الاعراض الخاصه بزياده الاستروجين. يعني في بعض الناس استخدموا الواي كي 11 بجرعات كبيره جالهم تثدي، ولكن دي حاجه انا استبعدها جدا جدا جدا، خصوصا لو انت استخدمت الواي كي 11 بالطريقه اللي هقول لك عليها كمان شويه. من احد المشاكل الخاصه بالواي كي 11 هو تاثيره السلبي على الكبد، وده لانه بيحتوي على مجموعه 17 الفا ميثيليتد، ودي مجموعه بتخلي الماده ينفع ان انت تستخدمها عن طريق الفم، لكنها بتكون سامه جدا على الكبد. وطبعا بما ان الواي كي 11 ما اتعملش عليه دراسات ولا على البشر ولا دراسات طويله المدى، ولكن بما ان احنا فاهمين ان المواد الاخرى اللي فيها هذه المجموعه اللي هي 17 الفا ميثيليتد بتؤدي الى مشاكل في الكبد، فاحنا بنتوقع ان استخدام الواي كي 11 هيؤدي الى نفس المشاكل. وده فعليا اغلب الناس اللي استخدمت الواي كي 11 حصل عندها ارتفاع في انزيمات الكبد. يعني مثلا في تقرير اتعملت سنه 2022 على شخص كان بيستخدم بعض من السارمز مع بعض منهم الواي كي 11 حصل له اصابه قويه جدا في الكبد. طبعا ما نقدرش نقول ان استخدام الواي كي 11 بالتحديد هو اللي وصل الموضوع لكده، ولكن لازم تكون واخد بالك ان استخدام الماده دي ممكن يعمل لك مشاكل في الكبد. احد المشاكل اللي بيتم مناقشتها على الواي كي 11 هو تاثيره السلبي على عضله القلب ومعدلات الكوليسترول، وان ممكن استخدام الواي كي 11 يعمل ارتفاع في ضغط الدم. بالرغم ان اغلب الناس اللي استخدمت الواي كي 11 ما اشتكتش من موضوع ارتفاع ضغط الدم ده، لكن دي نقطه انت المفروض تكون عارفها، وان انت لو قررت تستخدم الواي كي 11 يفضل ان انت تقيس ضغط الدم عندك بشكل دوري. وفي دراسه اتعملت سنه 2023 على فئران وجدت ان الواي كي 11 ليه تاثيرات سلبيه جدا على الاعصاب والمخ. الفئران اللي تم تعرضها للواي كي 11 وجدوا ان حصل لهم زياده كبيره جدا في الضغط التاكسدي الاوكسيديتيف ستريس، وحصل لهم خلل في الميتوكوندريا في الاعصاب الموجوده في الهيبوكامبس في المخ. يعني من الاخر كده في الدراسه دي وجدوا ان الفئران اللي استخدمت الواي كي 11 معدلات مضادات الاكسده في المخ
قلت جدا وكل المؤشرات الصحيه في المخ حصل لها خلل. ولكن الفئران دي لما تعرضت لتمارين رياضيه، التمارين الرياضيه دي كان ليها تاثيرات وقائيه على المخ. فما نقدرش نقول اذا كان استخدام الواي كي 11 كان بيعمل مشاكل في الاعصاب في المخ ولكن التمرينات الرياضيه كانت بتقلل من المشاكل دي ولا لا. ولكن دي نقطه انت المفروض تكون عارف. طبعا الجرعات اللي الناس بتستخدم بيها الواي كي 11 بتتراوح من 5 مللي جرام ل 10 مللي جرام. دي تصنف الجرعات اللي الى حد ما امنه. وطبعا في توقعات ان العمر النصفي للواي كي 11 بيتراوح من 6 ساعات ل 10 ساعات. عشان كده الناس اللي بيستخدموا مثلا 10 مللي جرام بيقسموا الجرعه مره الصبح ومره بالليل. ولكن لو انت قررت ان انت تستخدم 5 مللي جرام فقط او جرعه واحده بس، فحاول تخليها قبل التمرين، ممكن قبل التمرين بساعتين مثلا. مده استخدام الواي كي 11 يفضل تتراوح من 4 اسابيع ل 8 اسابيع بحد اقصى، لان زي ما احنا شرحنا ان الواي كي 11 هيعمل لك قمع للتستوستيرون الداخلي، ولكن المشكله الاساسيه او الخوف الاساسي من تاثيراته السلبيه على الكبد. يعني من الاخر كده كحد اقصى اخرك 10 مللي جرام، اقصى مده 8 اسابيع، ما بعد هذا انت بتعرض نفسك للخطر. طبعا هتسمع ناس بتستخدمه بجرعات 15 و20 واحيانا 30، ولكن زياده الجرعات بالحد ده مش هتعمل لك عوائد على الحجم العضلي زي ما انت متخيل، ولكن هتعمل لك المشاكل اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. طبعا توقع في اول اسبوع او اسبوعين ان انت هتلاحظ زياده كبيره جدا في القوه، وبعد 3 أو 4 اسابيع هتلاحظ فرق في الحجم العضلي. ولكن ده مش معناه ان انت تعتمد على الماده وتهمل التمرينات بشده عاليه والالتزام لفتره طويله. وطبعا ما ننساش اهميه الدايت. يعني لو انت ما بتتمرنش كويس وما بتاكلش كويس، ما تتوقعش ان الواي كي 11 او اي ماده ثانيه هيعمل لك اي نتيجه. طبعا من اكتر المواد اللي بتشتغل حلو جدا مع الواي كي 11 هي الأوسترين. طبعا انا كنت عملت فيديو كامل عن الأوسترين، شرحت كل حاجه خاصه بيه بما فيها الجرعات والمده الامنه. هسيب لك الفيديو، ارجع اتفرج عليه عشان تعرف ازاي تمزج ما بين الواي كي 11 والأوسترين. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تستخدمها وانت بتستخدم الواي كي 11 هي مدعمات للكبد، واشهرهم السيليمارين والان اسيتايل سيستين والتادكا. وعشان المشاكل الخاصه بالقلب لازم تستخدم اوميجا 3 وكو انزيم كيو 10 وتورين. وطبعا لازم تكون مهتم بالفيتامينات والمعادن عشان تاثيراتها الايجابيه كمضادات للاكسده، زي مثلا فيتامين سي وفيتامين اي وطبعا فيتامين دي. واهم نصيحه في الموضوع ده كله اللي انت لازم تاخد بالك منها سواء كنت هتستخدم الواي كي 11 او غيره، ان انت لازم تبقى عامل فحوصات وتحاليل دم قبل ما تبدا استخدام الواي كي 11 او اي ماده تانية، عشان يكون عندك بيز لاين لنسب الهرمونات في الدم كانت عامله ازاي قبل ما تبدا اصلا، بحيث ان انت بعد ما تخلص لو لاحظت ان في اعراض معينه سلبيه عليك تتاكد من الاعراض دي عن طريق الفحوصات وتحليل الدم. وطبعا من المواد القويه جدا اللي انت ممكن تمزجها مع الواي كي 11 والاوسترين اللي هما الاثنين الناس بتحب تستخدمهم جدا في فترات التنشيف عشان تحافظ على الحجم العضلي وفي بعض الاوقات تزود من الحجم العضلي. فاستخدام ماده معاهم زي الكاردارين حرفيا هتخلي جسمك يستهلك من الدهون لتلبيه مصادر الطاقه. فانت هيكون عندك 3 مواد بيشتغلوا مع بعض علشان يوصلوك لافضل نتيجه ممكنه من مرحله التنشيف بتاعتك. انصحك ترجع تتفرج على الفيديو بتاع الكاردارين لان شارح فيه كل حاجه تخطر على بالك. بس كده ده الموضوع اللي كنت حابب اتكلم فيه. شكرا ليكم يا شباب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.